بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة الحياة الزوجية من الفهم إلى الوعي. في بيوت كتير البعد ما بيحصلش لما حد يسيب البيت. أوقات البعد بيبدأ وإحنا لسه عايشين مع بعض، لكن القلب مش حاضر والمشاعر بتهدى شوية بشوية. الموضوع عمره ما بيبدأ فجأة. انت مش هتصحى من النوم فجأة كده انا مش حابب زوجتي، او انا كاره زوجتي، او مفيش مشاعر بيني وبين زوجتي. وانت كمان يا حبيبتي مش هتصحي من النوم فجأة تقولي مفيش مشاعر بيني وبين زوجي، او مفيش حب بيني وبين زوجي، او الموضوع عمره ما جه فجأة. الموضوع كله بيبدأ من كلمة، من جرح صغير، من سكوت طويل جدا، من موقف عدى من غير ما يتشاف واتساب من غير ما يتقال. هوضح لكم الكلام ده في عدة محاور. المحور الأول وهو الجرح اللي اتساب من غير كلام، أو بمعنى أدق الجرح اللي اتساب من غير ما يتفهم. في لحظات كتيرة بنبقى تحت ضغط وتعب، وفي كلام بيخرج مننا من غير ما نعرف أصلا معناه، ولكن الكلام بيخرج بيوجع الطرف التاني. في كلمة ممكن تقولها توجع جدا قوي الطرف التاني. مثال واقعي: زوجة موجوعة ومكسورة من جوه قالت لزوجها انت عمرك ما بتحس بيا. وهي ما قالتش الكلمة دي علشان تنكر خيره ولا علشان تلغي كل مواقفه. هي قالت علشان هي موجوعة في اللحظة دي. هي حاسة انها مش مسموعة، مش متشافة. وهنا بقى في معظم الرجالة او اغلبهم او كلهم، مش عايزة الله اعلم الا من رحم ربه، هنا الرجالة بتقول ايه بقى وبتفسر ايه؟ بتفسر ان الجملة دي على انها كفران العشيرة، يعني انكار الخير ونسيان كل اللي اتعمل قبل كده. ولكن الحقيقة اللي انتم ما تعرفوهاش ان اللي بيحصل مش كفران ولا جحود. اللي بيحصل ان انسان موجوع بيتكلم من قلبه، من وجعه، مش من تاريخه. القلب وقت الألم، وقت الوجع، ما بيعرفش يلخص المشاعر بدقة، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره بالظبط. هو بيصرخ، هو مش بيكتب لك تقرير للسنوات الماضية، لأ، هو بيقول لك في اللحظة دي انت مش حاسس بيا. المشكلة مش في الجملة، المشكلة ان الجرح اتقال بطريقة غلط، فتفسر غلط، فتساب، وبدأ الانسحاب بهدوء. هي معرفتش تقولك بالطريقة الصحيحة، ولكن انا هعرفكم ازاي تقولوا بالطريقة الصحيحة. بس استمر معايا لآخر الحلقة عشان تعرف الطريقة الصحيحة. وهنيجي عند المحور الثاني، وهو لما البيت يبقى موجود بس مش سكن. البيت مش معناه حيطان وأساس، البيت معناه أمان وهدوء واحتواء ونفس مطمئنة. لكن لما البيت يتحول لنقد مستمر، كل شوية عمال تنقد فيها وهي كل شوية بتنقد فيك، لمقارنات مستمرة، انت كل شوية بتقارنها بينها وبين باقي النساء، وانت كل شوية بتقارني زوجك بينه وبين الأزواج التانية الأخرى، وكل شوية بتلومي فيه وانت كل شوية بتلوم فيها. البيت اتحول لمقارنات ولوم وصمت، كل واحد ساكت وكل واحد قاعد مع نفسه. الإنسان لما بيهرب ما بيهربش من البيت اللي هو الحيطان والأساس والعفش والكلام ده، لأ، هو بيهرب من الإحساس اللي جوه البيت، من المشاعر اللي بتوصل له جوه البيت.
مثال واقعي بيحصل في معظم بيوتنا، وهو راجل جاي راجع من الشغل تعبان. ايا كان الراجل ده، لو شغال ايه، والله لو قاعد على مكتب كده ما بيعملش حاجة هيتعب من القعدة، والله هيتعب من القعدة. لو عنده عربية ايه بتنزل وبتطلع والكلام ده كله هيتعب بقى. بصي الراجل راجع البيت، البيت ده سكن، البيت ده مودة، البيت هدوء امان رحمة. راجع البيت منتظر كلمة حلوة تحتويه، لكن بيسمع ايه بقى؟ للأسف يعني بيسمع ايه اول ما بيرجع البيت؟ انت ليه اتأخرت؟ انت ما جبتش الحاجة معاك ليه؟ ده معظم، للأسف معظم النساء هما الكلمتين دول على لسانهم. انت اتأخرت ليه؟ انت ليه ما جبتش الحاجة معاك؟ انت وانت وانت ما عملتش وانت ما سويتش. عايزة اقول للراجل بقى، هي مش قاسية عليك، والله هي الحقيقة كده، هي مش قاسية عليك، هي برضك مضغوطة ومجهدة ومحتاجة مساعدة، محتاجة مساعدة منك، ولكن اللي بيوصل لك ان هو لوم. يعني وقت زي اللي هو راجع من الشغل ده، هو محتاج يشوف منك البسمة، محتاج يشوف كلمة حلوة، الحمد لله على السلامة يا ست. انا مش هقولك قولي اشعار، هو فانتي لما تبتسمي في وشه وتقولي له الحمد لله على السلامة، خلاص انتهى الامر. كل طلباتك مجابة يا حبيبتي، والله بس يعني كل طلباتك مجابة، بس قبليه كده بروقان كده وبحب وتهيئي له جو كويس، وبعد كده انت اختاري الوقت المناسب تطلبي منه الحاجة اللي انت عايزاها، مش اول ما يرجع تطلبي منه. فانت مش غلطانة، انت محتاجة حد فعلا يساعدك ومحتاجة الطلبات ومحتاجة، بس اختاري الوقت المناسب. مش يكون هو لسه راجع من الشغل واول ما يدخل يسمع الاسطوانة دي، فالاسطوانة دي بيترجمها عنده ان هي ايه، لوم. انت عمالة تلومي فيه، عمالة تلومي ان هو اتأخر، عمالة تلومي ان هو ما جابش الطلبات، عمالة. هو ايه ده؟ هو انا كل ما اشوفك تلومي فيها؟ وهكذا برضك انا بتكلم على الطرفين. المهم المطلوب ان انك تفهم ان هي والله مش قاسية عليك، هي ايضا مضغوطة ومحتاجة مساعدة، بس هي ما اختارتش الوقت الصح. وانتي يا حبيبة قلبي، هو مش بينسحب عشان هو مش عايز يجيب لك حاجة، او مش بينسحب عشان مش مطلوب، مش عارف طلباتك، لا، هو بينسحب لان هو حس ان انتي بتلوميه، حس ان هو مهما يعمل عمالة تلومي فيه برضه، فهو بيوصل له احساس ان انتي عمالة تلومي فيه، وانتي التانية لما هو بينسحب بتتوجعي، فبالتالي الجرح بقى جرحين، انتي اتوجعتي عشان هو انسحب وما سألش فيكي، ما هو غصب عنه، يعني واحد راجع من الشغل فاكيد هينسحب، فانسحب فانتي اتوجعتي، وهو التاني خد الكلام على انك انتي عمالة تلومي فيه، فبدأ انتي مجروحة وهو مجروح، فبالتالي بيحصل ايه؟ حالة انسحاب. المحور الثالث وهو الحب محتاج امان قبل الكلام. قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة دفء وقرب، الرحمة مساحة امان، وقت التعب، وقت الضغط يكون فيه رحمة وفيه امان. اوقات الزوج مش محتاج نصيحة، بيبقى محتاج احتضان لمشاعره، واوقات ايضا الزوجة مش محتاجة حل، هي مش عايزة حل، هي كل اللي هي محتاجاه تطمن انها مش لوحديها، تطمن انها مقبولة زي ما هي، مش محتاجة انك تحل لها حاجة، هي محتاجة امان، محتاجة تطمن. وخصوصا كده، يعني انا هرمي كلمة لان هي بقى هتحتاج حلقة لوحديها، ان الزوج كل شويه انا هتجوز عليكي هتجوز عليكي. الكلمه دي خطيره جدا جدا جدا، وحطوا تحتها مليون خط، ان هي تخلي عيشتك يعني
مش عايزة اقول كلام وحش، بس هتخلي عيشتك جحيم، وانت السبب. لان الكلمة دي مش سهلة خالص على اي زوجة تسمعها، مش سهلة والله على اي زوجة تسمعها، لان في عوامل نفسية جواها بتحصل لما بتسمع الكلمة دي. حتى لو انت بتهزر، حتى لو هي عارفة انك بتهددها ان انت هتتجوز عليها، الكلمة دي ليها عامل نفسي عميق جدا 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 جوه الانسانة دي. فبالتالي ما تلومش نفس ما تلومهاش على المعاملة بتاعتها، ما تلومهاش ان هي اتغيرت، ما تلومهاش على اي حاجة، لانك انت السبب. انت مش مديها الامان يا حبيبي، اديها الامان. انت هو الامان الاول والاخير ان انت تكون معاها، ان هي ما تبقاش لوحديها، هو ده الامان. اديها الامان، هي خايفة انك هتسيبها، فبالتالي بيحصل منها تصرفات غير ارادية، مش في وعية، هي مش واعية، حاجات بتحصل جواها بتخليها تفور. يا جماعة والله الموضوع خطير، ما تستهونوش بالكلمة اللي بتنطقوها. الكلمة ليها قوة جبارة، الكلمة قوية جدا. انتوا مش اوقات بتسمعوا ان فلان جات له سكتة قلبية، ان فلانة طبت سكتة بسبب الكلام؟ احنا كلنا كلام، بس فين بقى؟ يعني الكلمة ليها قوة، والتفكير أيضا ليه قوة. يعني أنت ممكن تقول الكلمة، أنا بقى الكلمة دي هفسرها أنا بقى على مزاجي، لا إما أفسرها إيجابي لا إما أفسرها سلبي. فعشان كده يعني بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا يكون عندنا وعي في الكلام، وعندنا وعي في الفكرة، في الكلمة اللي أنا هاخدها منك دي هحطها في أنهي جانب. ما كل كلمة إحنا بننطقها ليها جانبين، لها جانب سلبي ولها جانب إيجابي. فشوفي بقى انتوا عايزين ايه. لما الامان بيغيب، القرب يعني مهما تكونوا مع بعض بيتحول لضغط. حتى لو الحب موجود، ايوه، حتى لو انتوا بتحبوا بعض بس مفيش امان، لا انتوا مش هتبقوا مرتاحين. لان الحب هو الحب مش حب بس كده انا بحبها، لا، الحب في امان، اهم حاجة الامان. هنيجي عند المحور الرابع، وهو بدل ما نلوم نفهم. بدل ما اقعد الوم فيك، بدل ما تقعد تلومي في زوجك، او انت بدل ما تقعد تلوم في زوجتك، افهم. حاول بس كده تفهم شوية. مش كل زوج سكت يبقى اتغير. خليكي يا حبيبتي واعية. زوجك دلوقتي انسحب وقعد ساكت، مش معناها ان هو اتغير عليكي وبقى انسان وحش وانسان مش عارفة ايه وبيعرف ناس وبيتكلم حد، لا، مش كده خالص. معناها ان في حاجة محتاجة تفهميها عشان تشوف هو ليه سكت. وايضا مش كل زوجة انسحبت يبقى بطلت تحبك، لا، لان احيانا هي شايلة فوق طاقتها فاختارت انها تسكت بدل ما تنفجر. وايضا الزوج احيانا هو موجوع ومش بيعرف يعبر. الرجالة يعني هي فيها الخصلة دي، ما بتعرفش تعبر، مش بالكلام، ما بتعرفش تعبر بالكلام، ممكن تعبر بالافعال. تلاقيه كده سكت وانسحب، هو اتغير ليه؟ مش هيقول، مش ما بيعبرش. بس انت وشطارتك بقى يا حلو. العلاقة ما بتتعالجش باللوم ولا بالاتهام. انا مش هقعد الوم فيك ومش هقعد اتهمك عشان نعالج العلاقة، لا خالص. لكن العلاقة بتتعالج بالفهم والرفق والحوار الصادق المتبادل بين الطرفين. انت بتحترمها وهي بتحترمك، وبتحاول تفهمها وهي بتحاول تفهمك، وبتحاول يكون في حوار بينكم صادق محترم. فبالتالي العلاقة بتتعالج. وهقول لكم على 4 خطوات في العلاقة تخليها ترجع تاني فيها دفء ومودة ورحمة بإذن الله تعالى. أول تمرين عايزاكم تعملوه معايا، انتوا اكتبوا كده. أول تمرين: أنا اتوجعت هنا مرة في الأسبوع. يعني الكلام ده يعني يا مها أنا اتوجعت هنا مرة في الأسبوع. انت بس اكتبي الجملة دي وتعالي بقى. يعني ايه أنا اتوجعت هنا؟ يعني الموقف اللي وجعني
يعني بكل هدوء كده، وبنفس الجملة اللي هقول لك عليها دلوقتي، هتيجي مع جوزك، هتتكلمي معاه بكل هدوء وبكل احترام وبكل رفق وبكل حب وبكل مودة. هتحكي معاه تقولي له في موقف حصل وجعني، وانا بقولك علشان نفهم بعض اكتر، مش علشان الومك ولا علشان اتهمك. وتحكي الموقف، مش الشخص نفسه، انت تحكي الموقف. يعني لما تيجي اتهمي الكلمة، مش تتهمي جوزك. فاهماني؟ يعني بدل ما تقولي انت دايما ما بتحسش بيا، تقولي ايه بقى؟ اليوم اللي حصل فيه كذا وكذا انا حسيت اني موجوعة ومش متشافة. يعني بدل ما تقولي انت دايما ما بتحسش بيا، تقولي اليوم اللي حصل فيه كذا وكذا، وتقولي على الموقف اللي حصل. هتقولي بقى ايه؟ انا حسيت وقتها اني موجوعة قوي، وقلبي وجعني، وحسيت بألم، وحسيت اني مش متشافة. انت بتحكي عن احساسك وعن مشاعرك، ما بتحكيش وبتتهميش هو ان انت مش حاسس بيا، ان انت بتجرحني، ان انت لا. ما تتهموش هو، لا، انت تحكي مشاعرك حصل فيها ايه ساعتها، قلبك حصل فيه وقتها. وانت كمان لما تيجي تحكي مع زوجتك بكل هدوء وبكل حب، تحكي معاها تقول لها اليوم اللي حصل فيه الحاجة الفلانية اللي انت هتحكيها، تحكي الموقف اللي حصل. تقول وقتها انا حسيت انك مش مقدراني ومش فاكرة اي حاجة حلوة عملتها معاكي. فبالتالي لما انتوا تعملوا كده مع بعض، هي هتتكلم وانت هتتكلم، فبالتالي العلاقة هتبقى قريبة اكتر، والدفء هيتحقق بإذن الله في العلاقة. وهنيجي عند الخطوة التانية، وهي انك تخصصي 3-4 دقايق في اليوم، وانت كمان خصص 3-4 دقايق في يومك من غير هاتف، من غير ما تفتح نقاش مشاكل. اسأل زوجتك وانت اسألي زوجك ايه اكتر حاجة محتاجها مني النهاردة. اسألي جوزك محتاج مني ايه النهاردة، واسمعيه بدون مقاطعة. اسمعي وبس. او انت يا حبيبتي لو ما سمعتيش احتياج زوجك، مين هيسمع؟ لو انت ما لبيتيش احتياجات زوجك، مين هيلبي؟ اسمعيه وشوفي هو محتاج ايه في اليوم ده يخليه مبسوط وسعيد. وانت كمان اسأل زوجتك ايه اكتر حاجة محتاجاها مني النهاردة. هي لو ما اتكلمتش معاك انت وما حكتش احتياجها ليك انت، هتحكي هي لمين؟ انت كده بتفتح باب ليها انها تحكي بره، بتفتح باب ليها ان تشوف احتياجها بره. ايا كان الاحتياج، انا بتكلم ايا كان الاحتياج، كل حاجة. والله لو كلمة محتاجاها منك وانت ما قلتهاش، انت السبب. لو هي طلعت تبحث عنها بره، يبقى انت السبب. وانت كمان يا حبيبة قلبي، شوفي جوزك محتاج ايه. كل يوم اسأليه انت محتاج مني ايه النهاردة، واسمعيه، وحاولي بقدر الامكان تشوف احتياجه وتلبي طلباته. لانك انت لو ما شفتيش احتياجه ولبيتي طلباته، هيبقى انت برضك سبب ان هو يبص بره ويشوف احتياجه بره ويشوف طلباته بره، بدون نقاش. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حبيبة قلبي، جوزك لو عاملك مش كويس، راجعي نفسك انت الأول. شوفي انت ايه عاملاه غلط. اسألي نفسك، اسأليه انت حبيبي محتاج مني ايه النهاردة. بس هو يوميا 3-4 دقايق هتقعدي معاه تسأليه ايه الحاجة اللي لو عملتها لك النهاردة هتبقى مبسوط وسعيد. وانت التاني لما تقعد مع زوجتك وتسألها انت محتاجة مني ايه النهاردة، ايه الحاجة اللي تخليكي مبسوطة وسعيدة. والله انتوا لو قعدتوا مع بعض وسألتوا لنفسكم السؤال ده، والله هتعيشوا حياة سعيدة، هتبقوا مبسوطين. على الأقل والله لما تروح مش هتلاقيها بتلومك، مش هتلاقيها بتقابلك بطريقة مش كويسة.
هتلاقي البسمة في وشها، على وشها، وهتلاقيها بتقول لك الحمد لله على السلامة. من انت قول لها انا محتاجك النهارده اول ما اجي اشوف البسمة على وشك. سؤال سهل، يعني طلب سهل. ما انتوا مش اول ما تطلبوا بقى طلبات جامدة يعني ايه. حاولوا كده ايه، واحدة 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 كده مع بعضيكم، عشان العلاقة ترجع تاني للدفء والمودة والرحمة. ومحدش يلوم التاني على المعاملة. انت لما تلاقي جوزك بيعاملك بطريقة انت مش حباها، ارجعي لنفسك زي ما قلت لك. ربنا مش هيغير اللي قدامك الا لما تغير اللي في نفسك انت الاول. غيري نفسك يا حبيبتي، هتلاقي اللي قدامك اتغير. وانت كمان لما تلاقي زوجتك مش المعاملة اللي انت عايزها، غير من نفسك، غير من اسلوبك، غير من طريقتك، غير. ابدأ اتكلم معاها وافهم احتياجها ايه، وانت كمان اتكلمي معاه وافهم احتياجه ايه. وحاولوا بقدر الامكان كل واحد يلبي طلبات التاني، بس بحب، باستمتاع، مش كواجب مش كضغط، لا بحب. لان طاقتك وطاقته بتوصل. لو انت لبيتوا احتياجاته، خليكي فهماني ماشي، لو انت لبيتي احتياجه تحت ضغط، تحت انك مش طايقه، هو هيحس بكده. والله طاقتك بتوصل له. مش مش هتوصل اللي انت عايزاه، مش هتوصل للدفء والعلاقه اللي انت عايزاها. ولكن انت لما تلبي احتياجاته بحب و... ولله واخلاص، وانك انت حابه ان انت تشوفي جوزك سعيد، وانك انت تلبي طلباته، وان انت تحتويه، الاحساس ده هيوصل له، فبالتالي هيوصل لك نفس الاحساس، وانت التاني هكذا. انا بتكلم على الطرفين. طب هنيجي عن تالت خطوة، ودي خطوة مهمة جدا 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 جدا، حطوا تحتها مليون خط. خلي عندك مبدأ، وانت كمان خلي عندك مبدأ، الجرح ما ينامش. يعني ايه الجرح ما ينامش؟ يعني الجرح ما يتسابش ينام. يعني ما تناميش زعلانة منه، ولا هو ينام زعلان منك. تيجي قبل ما تنامي اسألي جوزك، في حاجة وجعتك مني النهاردة تحب تقولها؟ جرح صغير النهاردة أهون بكتير من فجوة كبيرة قوي بعد سنوات. والله والله وربنا يعلم بحلفاني، أعرف زوجة ما كانتش بتعرف تنام وهي زعلانة من جوزها. مش هقولكم هو زعلان، لأ، هقولكم هي زعلانة. والله أعرفها شخصيا، ما كانتش بتنام وهي زعلانة، ما كانتش بتعرف. بتقوله مش هنام الا لما تقولي، الا ما صالحني يعني وهي اللي زعلانه، تقوله صالحني يا بنتي، وانا عملت لك حاجه؟ ما اعرفش، صالحني. والله احنا غلابه جدا، وهي من كلمه واحده بس بتراضينا. يعني يا ريت الرجاله كده خلي عندكم كده حته ذكاء كده. يعني مع زوجتك كده كلمها، اسألها قبل ما تنام ايه اللي زعلك مني النهاردة، او في حاجة انا عملتها النهاردة وجعتك او جرحتك، ايا كان بقى. ما انتوا لو كل يوم بتعملوا كده قبل ما تناموا، كله هيخلص اول باول، مش هتلاقي تراكمات. التراكمات دي بتيجي بعدها بقى فجوة كبيرة قوي، بيجي بعدها انفصال، بيجي بعدها مفيش مشاعر، مفيش حب، عايشين وخلاص تحت سقف واحد، وكل واحد عايش مع نفسه، وكل واحد عايش في وادي تاني. ولكن لما يوميا قبل ما تنام يكون مبدأك كده، خلي مبدأك قبل ما تنامي، هو انت زعلان مني النهاردة؟ او انا في حاجة؟ انا طبعا مش عايزة افسر قوي، بس في بنات، في نساء هتسمعني دلوقتي هتقول لا انا مش هسأل، انا هفتح على نفسي فتحة. لا يا حبيبتي، اسألي يا حبيبتي، اسألي وشوفي ايه اللي وجعه النهاردة، او هو محتاج ايه النهاردة، ماشي، واعملها له، وشوفي ايه اللي، واسمعيه. وانت كمان ما تقولش لا انا مش هسألها، ده انا هفتح على نفسي فتحة. يا عم، يا عم انت لو ما فتحتش على نفسك فتحة النهاردة،
الحاجات دي هتتراكم، وبعد كده هيوصل بقى لا اما انفصال، لا اما جواز وكل واحد عايش في وادي تاني، ومفيش حب ومفيش عاطفه ومفيش مشاعر ومفيش، والاخر تقولوا هي اللي وحشه، وانت تقول هي اللي مش عارفه مالها، هي مش مهتميه بنفسها، وانت كمان تقولي هو مش مهتم بيا. ما هو منين؟ ما هو انتوا اللي بعاد عن بعض. قربوا من بعض، اسالوا بعض، افهموا بعض. انت لو ما قلتش احتياجك هي هتفهم ازاي؟ هي ايوه، على فكره انا عايزه برضك اقول معلومه للنساء، احنا بنفهمها وهي طايره. يعني انت ايه، خليكي ذكيه كده، انت فاهمه، يعني والله الراجل لو ما اتكلمش انت بتفهمي، وعارفه طلباته كويس جدا، وفاهمه طلباته، وفاهمه هو امتى يبقى مبسوط وامتى يبقى زعلان وامتى يبقى، انت فاهمه. اي نعم، الراجل مش زينا خالص، مش هيفهمها وهي طايره. انت لازما يسمع انت محتاجه ايه. لازما الراجل تقولوا له انا محتاجه مثلا، تقول لي كلمه كذا فلانيه، محتاجه تعمل لي حاجه الفلانيه، محتاجه تقول لي كذا. هو مش زيك. احنا عندنا العاطفه زياده عنه ومشاعر في حته تانية، احنا بنفهمها. عشان كده الام سبحان الله يعني بتحس بابنها. الطفل وهو بيعيط بتصحى قبليه. اكيد طبعا كلكم فاهمين الكلام ده. فالزوجة انت فاهمة، بس برضك اسمعي منه، خليه يتكلم، اسأليه انت ايه اللي وجعك النهاردة مني، انا زعلتك في حاجة النهاردة. خليه يتكلم، وانت كمان وانت كمان خليها تتكلم وتقول لك ايه اللي وجعها في اليوم ده. يعني بمعنى اصح باختصار، تخلصوا يوم بيوم، ما تسيبوش حاجة لتاني يوم. هنيجي عند رابع خطوة، وهي بدل ما نطلب الحب من بعض ونفضل نلح على بعض ونلح على الطرف التاني، انا عايزاك تهتم بيا، انا عايزاك تحبني، انا عايزاك تعمل الحاجة الفلانية، وانت كمان تفضل تلح فيها، انا عايزك تهتم بيا، انا عايزك انا. بدل يا حبيبتي وبدل يا حبيب قلبي تقول لها وتطلب منها، لا، انت تروح عند رب القلوب اللي في ايده كل القلوب. ادعي ربنا، يا رب اهدي زوجتي، اللهم يا مقلب القلوب ثبت حبي في قلب زوجتي. وانتي كمان يا قلبي ادعي ربنا، يا ودود يا رحيم، ألف بيني وبين جوزي، يا ودود يا رحيم، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعني بيني وبين زوجي تحت بيت سقف واحد كله مودة وسكينة ورحمة. لما تروحي لربنا وتروح لربنا، القلب لما يتصل بالله بيرجع الحب من من طمأنينة، من ناحية الأمان، من ناحية الراحة، مش من خوف ونقد. والله لو بدأتوا بس عملتوا الأربع خطوات دي، هتبدأ العلاقة تاني من أول وجديد، فيها حب وفيها مودة وفيها رحمة. يبقى كده زي ما أنا قلت لكم، أول حاجة هتعملي تمرين أنا اتوجعت هنا، وتتكلمي مع جوزك بالراحة بالموقف، بتوصفي له إحساسك في الموقف نفسه، وانت كمان بتوصف لها إحساسك بالكلمة نفسها اللي هي قالتها، مش بشخصيتها هي، مش بالذم فيها هي. تاني حاجة، هتخصصوا 3-4 دقايق في اليوم بتاعكم، هتسألها أو انت هتسأليه ايه الحاجة اللي انت محتاجها مني النهاردة. والله انا مش شايفه فيها اي صعوبه، وسيبيه يتكلم، وسيبيه يحكي، وانت التاني سيبها تتكلم، شوف احتياجها ايه. وتالت خطوة، انك ما تناميش ولا انت تنام وانتوا زعلانين من بعض، خلص اول باول على طول. ورابع خطوة وهي اهم خطوة، والمفروض تكون اول واخر خطوة اصلا، انك انت بتدعي وبتلتجئ لرب العالمين ان هو يألف بين قلوبكم، يكون فيها مودة ورحمة وسكينة. الخلاصة، اللي بيموت في العلاقة مش الحب، اللي بيموت الأمان والرحمة والحوار المتبادل بينكم. ولو رجعناهم، الحب يرجع أعمق وأنضج وأهدى من الأول. وأخيرا، حابة أشكر من قلبي لكل المتابعين، لكل اللي بيشاركني رأيه وتجربته، ولكل اللي بيشارك كلامي لناس تانية انتوا حاسين انهم محتاجين الكلام ده. وجودكم معايا بيخلي السلسلة تتحول من كلام نظري لخطوات واقعية وتطبيقات عملية،
نقدر نطبقها في حياتنا الزوجية اليومية. وجودكم دعم ليا، وحبكم وتحفيزكم مصدر إلهام لكل حلقة جديدة. ربنا اجعل بيوتنا مليانة مودة ورحمة، وثبت قلوبنا باسم الله الودود الرحيم.